بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا المقطع الجديد اللي باش نحكي فيه على المسافات الجانبية، لأني لقيت في أحد التعليقات سؤال على كيفاش نعرف روحي كي نتعدى بجنب كهرباء اللي أنا معناها محقق المسافة القانونية. فحبيت أشارككم في هذا الفيديو لعل نعاونكم بهذا الروبير باش نحكي عليه توا. الروبير هذا يعاون الحقيقة، ولكن معناها مش هو الطريقة الوحيدة في اعتماد المسافة الجانبية. باش نوريه لكم، استعملوه لعل يعاونكم. وإن كان هو المسافات الجانبية راهو واحد معناها ما يتمكن يولي معناها يتعدى بعيد على الكهرباء إلا ما يولي يحس بالجبرين متاع الكهرباء وحجم الكهرباء، ويعرف أبعاد الكهرباء، ويعرف تقريبا عجلته اليمين وين موجودة والروتروفيزور متاعه وين موجود. ولكن هاو الروبير يزيد يعاون هذا في البداية، نعتمدوه في البداية. وما ننساوش إضافة إلى ذلك إنك تتعدى بجنب كهرباء حبذا تتلفت تشوف روحك قريب ولا لا. به ندخلوا في صلب الموضوع. الروبير متاعنا إنه كي تبدا بعيد عليك، تبدا ماشي في الكياس وصف متاع كهرباء موجودين، حاول من بعيد تحط الريتروفيزور متاع الكراهب اللي ستاسيوني ولا واقفين تقريبا في النص هنا مع السبيغلاس، مع الشلطة متاع السبيغلاس هنا، يعني في النص متاع البارابريز هنا. وقتها راك بعيد، اما يلزم تكون ديستانس بعيدة شوية، معناها الخزرة البروجيكسيون بعيد. تابعوا مع بعضنا. مثلا الكرهبة هذيك ستاسيوني اسمها الفيات، الروتروفيزور متاعها يبان لك في البارابريز متاعك في الوسط بالضبط، او انا نشوف فيه تو بقرية تقريبا في الوسط، بلبز علينا الكهرباء هذايا نشوف فيه في الوسط. وقتها كي تتعدى بجنبها الكهرباء تبدا مسافة جانبية متاعك محترمة، نص متر وحاصلين. مفهومة؟ نعاود نطبقو في بلاصة أفرغ شوي. يعني الروتروفيزور متاع الكهرباء باش تعدى بجنبها يجي في اللاكس متاع البارابريز متاعك بالضبط. به نطبقوا مع السيارة ديك الصفراء. به انا توا بالضبط شوف فيه توا التلفزيون في القلب الكلاكس بالضبط. عدينا باش ناخد جنبها نشوفوا المسافة الجانبية متاعنا كيفاش محترمة على الاخر. فما كهرباء ورايا كاميون ولا غل، ولكن باش نوريكم يعني بعيد بالقدام. واضح؟ هذا هو. ان شاء الله يكون عاونتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.